السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفة اليوم هي وصفة دجاج محمر كما راكم تشوفوا بوسو لا تمسو مقوت اللي جا طري وجا بنين. ما تقدروش مبات يعني تاكلوه بالفرشيطه، لازم تاكلوه بيديكم باش تقدروا تحكموا هذاك الدجاج. جا محمر بنين مع واحد لاصوص ما عندي ما نحكي لكم. تبعوا معايا مقادير وطريقه التحضير كيفاش تجهزوا ابن دجاج محمر. اول حاجه نقولها لكم هي كميه الدجاج حسب افراد الاسره. انا درت 2 كويس على خاطر انا زوج برك في الدار، تقدروا ديروا حتى دجاجه كامله. انا الدجاج تاعي يعني ملي تعلمت هاد العفسه وليت دائما نديرها. عندي كاس هنايا باسكو كميه راهي 2 كويس برك كاس تاع الحليب. دوك نفهمكم علاش كاس تاع الحليب. انا حبيت نوريكم التوابل تاع وخيتي هادوما. شوفوا الباك فيه 36 يعني ايبيس الاساسيه والثانويه، كما راكم تقراو فيها كامل لي زيبيس. قلت لكم 36 ايبيس الله يبارك. راح نخليكم توجور في لي ستوري تاني تشوفوا كامل الانواع، ولا تقدروا تدخلوا لاباج تاعهم راني طاقيتها لكم ايبيسي وخيتي. تدخلوا لاباج تاعهم تشوفوا يعني بالتفصيل الممل. والباك هذا يدير 285 الف، يعني البري تاعو بزاف ريزونابل بارابور لا كونتيتي. انا الحاجه الوحيده اللي نقدر نهضر لكم عليها اللي هي الجوده تاعهم، على خاطر طيبت بهم وراني نقول لكم يعني عن تجربه. جربوهم وما راحش تندموا. راح نديرو هنا نص كاس تاع الزيت. درت له انا شويه تاع الدرسه، تقدروا ديروه هريسه كما تقدروا ما ديروش كاع يعني الدرسه هذه ماشي لازمه. نحتاجو مغرفه معمره مليح تاع العسل. نحتاج مغرفة كبيرة تاع العكري مهم في الوصفة هذه. نحتاج زعترة تغسلوها بيان سور، غسلتها وجيت درت هذا. خاطر ديروا زعترة يعني فريشكا ولا زعترة هكايا مجففة. توابل الدجاج ولا الماجي كما راكم تشوفوا هذه هي كاتبتهم ماجي توابل الدجاج. هنا عندي شوية سكنجبير. انا مش حندير الكركم على خاطر راح ندير الزعفران. ديروا شوية زعفران شوية فلفل الكحل، يعني كميه باينه ابخي تقدروا تقولوا نديرها نص ملعقه صغيره بكامل المكونات ابار فلفل عكري. شوفوا انا باش نسهلها عليكم كيما العاده هنا راح ندير الكمون، راح نكتب لكم كامل المكونات يعني التوابل باش ما تلفكمش وتجيكم سهله كي تكونوا رايحين طيبوا. عندي عصره ليمون حوالي نصف ليمونه. هنا درت الهريسه انا حبيته حار، مي نتوما تقدروا ما ديروهاش. ودرت ثاني نص مغرفه كبيره تاع الطماطم المصبره. عندي 4 فصوص تاع الثوم مهروسين كما راكم تشوفوا. ونخلطوا كامل هاد المكونات. وقريب نسيت الملح صدقوني، حتى تبلت الدجاج ومن بعد هذيك عاود درت الملح وعاود درت للدجاج شويه تاع الملح قريب توخت مزيان فقط سور بلاص. هنا درت تقدروا ديروا حشيش ولا معدنوس. هنا درت الحشيش، حبيت الحشيش انايا نديرو داخل. تقدروا ديروا معدنوس كما تقدروا ما ديروش كاع يتيك. انا درت هذاك الحشيش المجفف تاع توابل وخيتي. شوفوا خاوتي والله ما راني نزيد عليكم، مي جا قرف بنين هذا الدجاج. اباكم وين يبان هذاك تاع برا؟ ما نقدرش نقول لكم كيما تاع برا على خاطر تاع برا صامت قدامه. بالنسبه للحليب نقول لكم علاش درتو الحليب، باسكو جاتني ديجا هذا السؤال من قبل في اليوتيوب. الحليب باش ينحيلو الزفاره للدجاج وباش هذوك لي زيبيس يدخلوا لداخل، يعني راح تحسوا لي زيبيس حتى داخل العظم. هذاك هو الدور تاع الحليب. دوكا كيما شفتوا خليت تبلتهم وخليتهم 2 سوايع. وما داوش درت فورت هاد البطاطا وزروديه فورتهم 70% قريب يطيبوا. وجيت درت لهم لا مواتي. شوفوا لا مواتي درتها في الدجاج ولا مواتي جيت درتها في هاد البطاطا اللي كنت فورتها. تقدروا تغلوها بيان سور كيما حبيتوا، تحبوا تغلوا تحبوا تفوروا. كيف البطاطا زدت خليتها هي ثاني 2 سوايع تتمارينا. بعد مره ما جا 2 سوايع حكمت هاد الاكياس. شوفوا انا ما نكذبش عليكم، العفسه اللي تخرج عليا ما نبدلهاش، خلي يقولوا كي تعاودي. انا توجور نطيب الدجاج تاعي في الاكياس على خاطر جربت طيبت الدجاج وغطيته بالبابي كويسون والالومنيوم ماشي كيما كيديروه كيديروه هادو في الساشيات يجي ما تقدروش تمسوه مقوت اللي يجي بزاف طري. وثاني يحافظ على الماء تاعو، يعني الدجاج كيما شفتوا ما درت له حتى قطره تاع الماء داخل. ودرتو يطيب كما راكم تشاهدوا. درتو برك في بان ماغي، لازم يطيب في بان ماغي. راح يطيب لي زبده وراح نتحصل على صلصه راهي لداخل. بالنسبه للبطاطا انا درتها في الاير فراير. تقدروا نتوما تحمروها في الكوشه عادي، زيدوا لها شويه تاع الماء ولا شويه تاع الزيت ودخلوها ماشي بزاف، رشوها شويه فقط ودخلوها تتحمر على خاطر راهي بريسك طايبه. انا حمرت كامل هذيك البطاطا وزروديه في الاير فراير، خدات لي حوالي نصف ساعه في الاير فراير باش تحمرت لي بهذا الوجه اللي تشوفوا فيه. وبالنسبه لهذيك الصلصه اللي راني نسقي بها كما راكم تشوفوا فيها تجي واحد الصلصه ثقيله راني ندهن بها ثاني الدجاج. هذيك الصلصه غير نشف لي هذاك الماء من السنيوه تاعي. نحيت هذاك الساشي، نحيت منه الدجاج هذاك، تحصلت على هاد لاصوص اللي راني نسقي بها.
ومن بعد واش درت الدجاج خليته يتحمر وحده. تحبوا تحمروه في الاير فراي ولا تحبوا تحمروه في الكوشه، انا حمرته في الكوشه. تقدروا تحطوا يعني الدجاج تاعكم يتحمر، تحطوا قدامه هذيك الخضره وتخلوها تتحمر من بعد باش تسقوها. هذيك لاصوص لازم تحتفظوا بها وماذا بكم تسقوا بها في الاخير، ماشي يعني باش تلقاو مع واش ترافقوا الطبق تاعكم، يعني ما تخلوهاش تتحمر مع الدجاج والبطاطا، على خاطر لو كان تخلوها تتحمر معاهم راح تشرب كامل هذيك لاصوص. انا قلت لكم خلوه يتحمر وحده بلا اي اضافات. الا حبيتوا يعني تزيدوا له شويه تاع الماء معليش، مي لاصوص خلوها خبوها عند التقديم. فوالا، عطيتكم كامل النصائح ماذا بكم تاخذوهم بعين الاعتبار. نقول لكم تهلاو في رواحتكم في فيديو جديد.